يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية، وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نعمل مع بعض طاجن الورق العنب ده. عايزة اقول لكم هيوديكم في حتة تانية، اوعدكم ان هو هيعجبكم، بس لازم تجربوا. سيبكم بقى من الجلاش دوت علشان انا عملته بس ما صورتوش، بس هو طالع معانا كده في الايه، في الكاميرا. هنا بقى بنقول بسم الله وندخل المطبخ كده ونسمي الله ونصلي على الرسول وعلى الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى غالية مية، حط عليها عصر عليها ليمونة، وبعدين خدت الورق العنب بتاعي طبعا شطفته، وبصوا زي ما انتوا شايفين كده انا كمان نقعته بالمية علشان ابصوا اخليه زي الفل. وعايزه اقول لكم ان هو وهو لسه وهو لسه طبعا ني، انا بقطف العروق بتاعته، بقطف عروقه عشان لما اجي اشتغل بيه اولا يبقى سهل، ثانيا ينزل كده ايه مع بعض عشان ما يبقاش متنعكش. هنا بقى طاسة عليها معلقة من الزبدة، السمنة البلدي يعني، ومعلقة صغيرة من الزيت. وتعالوا بقى ندي صدمة للحمة بتاعتنا الحلوة دي. بص بقى اللحمه الاستيك دي بتبقى حلوه قوي وطريه. وعايزه اقول لكم بقى لما بتعملوها مع الورق العنب، بتعملوه مع الكرنب في الطواجن، عايزه اقول لك حته اللحمه دي والله هتاكليها هتوديكي في حته تانية خالص. برش عليها ايه بقى؟ رشيت عليها شويه من الفلفل الاسود، شويه من الكوبيبه الصيني، وما بحطش ملح، ما بحطش عليها ملح، هي بس الفلفل اسود، كوبيبه صيني، شويه من الايه، القرفة، بس كده بس كده. وباخدها يمين وشمال على الوشين، ويبقى كده خلاص. انا كده خدت الايه، حتة اللحمة بتاعتي عملتها وايه، واديتها الصدمة بتاعتها. تمام تمام. تعالوا بقى نعمل خلطة المحشي بتاعتنا الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض كذا مرة. انا بالنسبة لي المحشي يعني ايه؟ يعني بصل كتير، ملح وفلفل فقط لا غير مؤقتا، وبعد كده بدعكم دعكة حلوة كده زي ما انتم شايفين. وبكون ضربة البصل بتاعي طبعا في الايه، في الكبة او على ايديكي، مفيش اي مشكلة. هنا بقى انا بحط ايه؟ بحط بقى الحاجه السحريه اللي هتطلع معاكي. بصوا يا بنات، المحشي هيطلع معاكي والله اتحداه اي حد يعمل الطريقه ديت ويقول الطريقه ما كانتش حلوه، بالعكس ده طعم المحشي الحقيقي. تاكلي كده تحسي بطعم المحشي اللي هو ايه، اللي هو النعناع. بصي بقى معلقه كبيره كده من النعناع تدعكيها برضو مع البصله والملح والفلفل فقط لا غير. لا تقولي لي بقى بهارات محشي، ولا تقولي لي بصي اي بهارات اي حاجة تانية هتحطيها صدقيني والله بتوديك المحشي. مش هو المحشي بتاعنا ده، محشي امهاتنا بتاعت زمان، ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب، ويخلي كل ام يديها الصحة والعافية. زي ما انتوا شفتوا طبعا الخضرة والرز حطيناهم طبعا على بعض. وهنا بقى شوية زيت كده حلوين، يعني بص على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. جبت هنا بقى الطاجن بتاعي، وجبنا بقى الايه، اللحمه الحلوه بتاعتنا، حته اللحمه الحلوه دي، وهنحطها فين؟ هنحطها في الطاجن على قد الطاجن بتاعك، هياخد قطعتين ياخد ثلاثه. هنا بالنسبه لي انا خدت 3 قطع. بصي بقى بوريكي هنا ورق العنب، بصي بقى لما بتقطفيه قبل ما تسلقيه، بصي وتنزليه بيطلع ازاي معاكي، ولا بقى هيعذبك ولا يبقى متنعكش ولا الكلام ده خالص. بصي طالعه كده ايه حلو. بقولك هنا ان احنا يا بنات بنحشي على الخشن مش على الناعم، علشان طبعا البنات اللي هم لسه داخلين المطبخ، العرايس الجداد اللي هو ألف ب زي ما بيقولوا كده مطبخ، تبقى ايه احيانا بتتلخبط، ما بتبقاش عارفه هي تحشي المفروض على الخشن ولا على الناعم. لا انا بقولك هتحشي على الخشن والناعم من بره. بصي هنا اللفه يعني سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، احنا عملناه مع بعض كذا مره. ويلا بقى ايه نكمل. هكمل بقى مع نفسي عشان الفيديو ما يطولش. هنا بقى خلصنا بفضل الله. وهنا الشوربه بتاعتنا، عندك شوربه تمام، ما عندكيش يبقى ميه مغليه وعليها برضو مكعب من مرقه الدجاج، بس لو ميه كتري مرقه الدجاج شويه. وهنا بقى فوق الوش كده معلقه حلوه كده من السمنه البلدي بتاعتك الحلوه، وفوق الوش كده حطيها. وتعالي بقى ايه ندوب بقى مرقه الدجاج في الايه، في الشوربه، واسقي بيه الايه المحشي بتاعك. ما تخليش الشوربه تبقى فوق الوش، انا عايزه الشوربه بتاعتي توصل للصباع الاخير من تحت بس، لكن من فوق لا، مش عايزه شوربه من فوق خالص، علشان يطلع معاكي زي العسل وما يبقاش في ميته كتيره ولا الكلام ده.
وقطعي طبعا ليمون فوق الوش بقى علشان ايه يديك المزازة والطعم الجميل. ويلا بقى ايه نعمل ايه بقى على ورق الفويل ويلا على الفرن. انا عملت 2 طاجن علشان طبعا كان باقي معايا لحمة وكان باقي معايا ورق عنب والخلطة بتاعته. هنا بقى انا هنا ابني بقى الله يكرمه يا رب ضرب لنا بقى فراولة، كان خلاص المغرب هتأذن. وهنا بقول له شكرا، الف شكر ليك يا سيدي، الف شكر ليك. وهنا بقى ايه خلاص يلا بقى ناخد ورق العنب بتاعنا ون ايه ونقلبه على السرفيس بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم طلع زي العسل. والله العظيم جربي الطريقه دي وشوفي بقى هتدعي لي بجد. بصوا ما شاء الله، بصوا هنا بقول لكم ما فيش هي واحده بس اللي كانت لازقه، لكن الحمد لله كله طلع تمام وما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه رايكم؟ يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والتشير.